كم مرة تعرضت للرفض من حبيبة، من صديق، في الشغل، وكان رد فعلك المثالي الهروب دايما وفورا. بمجرد ما حسيت بالرفض اختفيت ودخلت اوضتك وقفلت على نفسك وقفلت كمان على ألمك جواك وتعايشت معاه وسبته ياكل في روحك، مع اني ممكن جدا بنسبة اكتر من 50% اني برضو يكون الرفض ده مش بسببك ومش لشخصك. ليه أخدت الرفض على محمل شخصي؟ وقت الرفض هو وقت البحث عن أجوبة واضحة. ما تهربش، اسأل اللي رفضك انت رفضتني ليه؟ اسأل اللي رفضتك انت رفضتيني ليه؟ مش ممكن تكون مرتبطة بحد تاني، مش لعيب فيك انت. اسأل الشركة اللي رفضتك حضراتكم رفضتوني ليه؟ مش يمكن انت اللي تطلع اوفر كواليفايد بالنسبة لهم وتكون مؤهلاتك اكبر من اللي طالبينه، فمش هيقدروا يدوك المرتب اللي انت تستحقه. فتخيل هنا مثلا الرفض طلع نقطة ايجابية في صالحك. اسأل، ما تخافش، اعرف علشان ترتاح وتقيم امورك وحياتك صح. كلمة لا اللي بتتقالك مش هتقتلك ومش هتقلل منك،